السلام عليكم شباب وبنات تانية ثانوي، عاملين ايه؟ معكم مستر شهاب قطب. ان شاء الله هنحل مع بعض كتاب المعاصر كيمياء تانية ثانوي 2026. طيب، قبل ما ابدأ، احنا ان شاء الله هنحل الكتاب كامل على اليوتيوب بإذن الله. ربنا يقدرنا ونعمل ده يعني. تاني حاجة، انا مش عامل البلاي ليست دي او الفيديو ده خلاص عشان احل معاك سؤال وخلاص، او انا مش موديل انسر يعني. تمام؟ فلا، انا فاتح الفيديو عشان عارف ان الشابتر ده عامل مشاكل لطلبة كتير جدا. خلاص، وفي ناس كتيرة جدا بتكره الكيمستري بسبب الشابتر ده. تمام؟ وانا كنت في يوم من الايام ناس من اللي عندها مشاكل مع الشابتر ده. تمام؟ طيب، ايه اللي هنعمله او المختلف اللي هيحصل في الفيديو ده، ان انا ان شاء الله في نوتس كده هنقولها مع بعض باذن الله. اي سؤال يجي قدامنا على كيميكال كالكوليشن هيبقى احبط مما انتم متخيلين. خلاص، ولا هتحسوا بلخبطه ولا اي حاجه. يعني انا عارف ان في ناس كتيره جدا تقول لك انا بفهم كويس جدا من الشرح، بس في الحل ما بعرفش احل. بحل مع المستر بس ما بعرفش احل لوحدي عشان بحس ان متلخبطه والدنيا داخله في بعض. ان شاء الله النهارده مفيش اي لخبطه. خلاص، نكمل بس الفيديو ونفهمه كويس. تمام؟ وزي ما قلت لكم انا مش هشرح بس، مش هحل بس. خلاص، فمحتاج يكون معاك كشكول وقلم عشان قبل ما هنبدأ نحل في شوية نوتس كده هنقولها مع بعض، محتاجك تكتبها بالطريقة المنظمة اللي أنا كاتبها بيها. تمام؟ بعد ما هنحل وهتفهم خلاص الطريقة اللي احنا بنحل بيها، أنا محتاجك توقفني. تمام؟ وتجرب انت بقى تحل. يعني أنا مش عايزك تقعد تتفرج وخلاص، لازم تتدرب، لازم تحاول، لازم تحل شوية وتغلط وتشوف انت غلطت في ايه وتكمل الحل وترجع لي وتشوف انت غلطت في ايه وهكذا. خلاص، اعتبرها تمرين الجيم. على فكرة المخ بالظبط بالظبط عامل زي العضلات. تمام؟ مع التمرين بيعلى يعني انت دلوقتي بتنزل الجيم كل يوم، خلاص، وبتروح التمرين. بعد شهر بتلاقي نفسك خسيت، طلع لك عضلات، بقيت رياضي، بقى عندك صحة. تمام؟ نفس الكلام المخ. انت كل ما بتحل، كل ما بتدربه، كل ما بتشغله، كل ما بيكون بيعمل الخلايا العصبية بتبقى مترابطة اكتر. تمام؟ فالموضوع بيكون اسهل، دماغك بتشتغل احسن. فلازم لازم لازم نحل كتير. اعتبر نفسك بتنزل مخك تمرين الجيم. تمام كده؟ طيب، تعالوا ما نرغيش كتير بقى ونبدأ. نقول بسم الله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا بك علما. اللهم امين. توكلنا على الله. طيب، دلوقتي احنا مش هنشرح الدرس خلاص، بس هنقول الطريقة اللي هنحل بيها. ماشي؟ طيب، هي ايه الطريقة؟ دلوقتي القانون اللي قدامكم ده انا مسميه القانون السحري للمول. انا عارف ان هو مش قانون جديد، يعني انا مش مخترع ولا حاجة. خلاص، المدرسين كلها بتكتب القانون ده ومحطوط في كتاب المدرسة عادي جدا. تمام؟ فالموضوع مش جديد يعني، بس احنا ان شاء الله هنستخدمه بطريقة تسهل الموضوع، يعني هتبسط الدنيا جدا. تمام؟ طيب، تعالوا الأول نفتكر بس سريعا ان النمبر اوف مول كانت بتساوي الماس على المولر ماس. خلاص، او بيساوي النمبر اوف بارتكلز على افوجادرو نمبر. طب النمبر اوف بارتكلز دي كانت عبارة عن ايه؟ كانت عبارة عن، ممكن تكون يعني 4 انواع. الفورمولا يونتس. ايه الفورمولا يونتس دي؟ كانت اي ايونيك كومباوند كنت بقول عليه فورمولا يونتس، زي ال NaCl، خلاص، زي ال KNO3، زي اي حاجة بقى ايونيك كومباوند. تمام؟ الموليكيول، ماشي، زي ال H2O. طيب، او الايونز، او الايونز، خلاص، او الاتوم. تمام كده؟ دي انواع الايه، الموليكيول عندي. فهو ممكن يقول لي عايز النمبر اوف بارتكلز، وهنعرف دلوقتي ازاي هنحل الكلام دوت. خلاص، طيب. او الفوليوم بيتساوي برضو النمبر اوف مول بيساوي الفوليوم على 22.4 لتر. ده في حالة at STB. ايه STB دي؟ اللي هي ستاندرد تمبريتشر اند بريشر. خلاص، طيب لو قال لي اتروم تمبريتشر فبيبقى اوفر 24 لتر بدل الايه 22.4. طيب، انا برضو حتة مهمة، احنا بنشتغل باللتر، ما ينفعش يجيلي في سؤال يقول لي ML وايه واشتغل بيها عادي. طب ازاي بحول من ML ملي لتر للتر؟
بعمل باي 10 باور نيجاتيف 3. تمام. طيب تعالوا نكمل وندخل على الموضوع. ازاي اصلا البروبلمز او الاسئله بتبقى عامله ازاي؟ هي بتبقى عندنا الاسئله منقسمه لنوعين. تمام. نوع دايركت اللي هي السالكه السهله، خلاص، ونوع اندايركت اللي هي مش سالكه ومش سهله، ودي اللي عندنا فيها مشكله. بس ان شاء الله بعد الكام دقيقه دول مش هيبقى فيه مشكله، وهتبقى اسهل من الدايركت ان شاء الله. طيب تعالوا نشوف اصلا ازاي اعرف السؤال ده دايركت ولا اندايركت. ما انا عندي سؤال ومش فاهم اصلا حاجه، عم يديني شويه ارقام وحاجات وطالب حاجات كده، فانا مش فاهم ده ايه اصلا. طيب تعالوا نعرف. دلوقتي السؤال خلاص ممكن يبقى جاي مديني معلومه عن حاجه، معلومه مديها لي، خلاص، ويكون معلومه عايزها. طيب لو المعلومه اللي هو مديها لي وليكن مثلا انا عندي حاجه زي ايه، ال H2O. تمام. جه قال لي انا عندي 36 جرام من ال H2O، وعايز النمبر اوف مول بتاعت مين، بتاعت ال H2O. خلاص. طيب يبقى هنا الجيفن اللي هو اداهولي ايه، ال 36 جرام الماس، صح كده؟ حلو قوي، ده الجيفن. تمام. ده كده الجيفن. خلاص. طب والريكوايرد، الريكوايرد بتاعي اللي هو نمبر اوف مول، ده كده الريكوايرد. بس على ايه؟ هو عايز النمبر اوف مول بتاع ايه، بتاع ال H2O. يعني هو مديني معلومة على ال H2O اللي هو الماس، وطالب معلومة على ال H2O اللي هو النمبر اوف مول. في حالة ان المعلومة اللي هو طالبها على نفس السبستانس، خلاص، المعلومة اللي مديها لي، يعني لو الجيفن والريكوايرد على نفس السبستانس، خلاص، فيبقى ده كده دايركت ايه، بروبلم، وما عندناش فيها اي مشكلة، وهقول لك دلوقتي بنحل ازاي. تمام. يبقى لو الجيفن والريكوايرد اللي هو المعلومه اللي مديها لي والمعلومه اللي عايزها اون ذا سيم سبستانس، على نفس الاليمنت او الكومباوند او السبستانس ايا كان، خلاص، يبقى كده ايه، دي دايركت. تمام كده. يبقى كده دي ايه، دايركت. طيب بحل ازاي الدايركت دي؟ بحدد جزئين واحل على طول. خلاص. ايه الجزئين دول؟ دلوقتي زي السؤال اللي احنا لسه قايلينه ده، هو مديني الماس بتاع الايه، ال H2O. خلاص كده 36، يعني مديني ماس، صح كده؟ يبقى اول جزء عندي هو ايه، القانون ده، النص ده، ده الجزء. خلاص. القوانين دي، القانون السطر اللي هو السحري ده، ماشي، ده كده ايه، اجزاء. فاحنا مقسمينهم 4 اجزاء. خلاص. احنا هنحدد جزء على حسب الجيفن والريكوايرد وهنحل. يبقى اول جزء بتاعي اللي هو الماس على المولر ماس. طب تاني جزء الريكوايرد هو طالب ايه، نمبر اوف مول، يبقى اجري على الجزء ده على طول، خلاص، وانزل بيه. يبقى انا حددت الجزئين اللي هو النمبر اوف مول اوفر 1 بيساوي الماس على المولر ماس. خلاص. اعوض على طول تعويض مباشر. هو مديني الماس ب 36 جرام، سوري، مديني الماس ب 36 جرام. تمام. والمولر ماس اروح احسبها ب 18. تمام. بس جبت الان نمبر اوف مول. تمام كده. حلو قوي. ده كده الجزء الدايركت. طيب تعالوا نخش على الجزء الاندايركت، وده اللي عندنا كلنا فيه مشاكل. تمام. اللي هي المش سالكه بقى. تعال نشوف المش سالكه دي ايه دنيتها، وللاسف دي اللي بتيجي في الامتحان يعني. خلاص. بس ان شاء الله هتبقى سهله يعني زي ما قلت لكم. طيب نفس الكلام، احنا قلنا بنخش نشوف الجيفن والريكوايرد. لو على نفس الاليمنت السبستانس يبقى ايه، دايركت. طب لو على سبستانس مختلف، يعني مديني جيفن عن سبستانس وطالب حاجه عن سبستانس مختلف، ازاي يعني؟ دلوقتي نفس السؤال اللي هناك ده. تمام. دلوقتي قال لي ايه، انا عندي 36 جرام، 36 جرام اوف ووتر. خلاص. يعني مديني الماس بتاعت الووتر، وعايز نمبر اوف مول اوف H2 او ال H الهيدروجين. خلاص. نمبر اوف مول اوف H اتوم. تمام كده. حلو قوي. نمبر اوف مول اوف H اتوم. يبقى هو هنا الجيفن اداهولي ماس على مين، على الووتر. تمام. طب والريكوايرد بيقول لي عايز النمبر اوف مول اوف اتش اتوم. يبقى هو كده اداني معلومه على الاتش 2 او على بعض، وطالب حاجه مختلفه، طالب النمبر اوف مول على بتاعت الاتش. خلاص. يبقى كده الجيفن والريكوايرد على حاجتين مختلفين. في الحاله دي كده بقول عليها ايه، indirect problem. تمام.
حلو قوي. تعالوا بقى نشوف بنحل ازاي الاندايركت بروبلم دي. اول حاجه لازم اعملها بالانسد ايكويشن. خلاص. والله في اسئله هيبقى هو محترم وهيجيبها لي البالانسد ايكويشن، وفي اسئله لازم انا اكون بعرف اكتب بالانسد ايكويشن، ودي لازم مهاره تكون معانا من الاساسيات. خلاص. ان شاء الله واحده واحده كده هتبقى الموضوع سهل بالنسبه لكم ان انتوا تكتبوا الايكويشن. اهم حاجه بس تكونوا عارفين السيمبلز. تمام. طيب تعالوا نشوف الخطوه التانية. حدد علاقه بين اتنين بس. اي علاقه دايما بتبقى ايه؟ بين اتنين بس. اي علاقه بتبقى ايه؟ بين اتنين بس. خلاص. فاحنا هنحدد علاقه ما بين ايه؟ ما بين اتنين بس. يعني ايه؟ هقول لك دلوقتي. تمام. طيب تالت خطوه، اختار جزئين. اختار ايه؟ جزئين. زي ايه؟ هنا بالظبط حدد جزئين، هنا حدد جزئين برضو. دي نفس الخطوه بتاعت دي. خلاص. بعد ما هنعمل ايكويشن بالانسد ايكويشن ونحدد علاقه بين اتنين بس، هنختار جزئين اللي هما ايه؟ الاجزاء اللي فوق دي. تمام. طيب اخر خطوه بيقول لك ايه؟ تحت اضرب في ان وحل على طول. تحت اضرب في ان وحل على طول. طب ايه الان دي بقى يا مستر؟ الان دي اللي هي ايه؟ انا عاملها لكم بالرصاص تحت ايه. تمام. دي النمبر اوف بالانسد ايكويشن او الكوفيشنت اللي بيكون جنب الفورمولا. يعني ايه؟ طيب بالراحه كده. تعالوا ايه؟ نجيب صفحه جديده ونكتب ايكويشن مثلا زي ال NaCl بلس H2SO4 يدينا Na2SO4 بلس HCl. تمام. ونعمل البالانس. هنا 2 هنا 2. خلاص كده بالانسد ايكويشن. طيب هيجي في سؤال مثلا يدينا معلومة عن مين؟ عن ال H2SO4، او يدينا معلومة عن ال NaCl. خلاص. هيدينا ماس مثلا يعني ماس ال NaCl. تمام كده. ويطلب ايه؟ يطلب مثلا ماس الصوديوم سلفيت. تمام كده. حلو قوي. في الحالة دي انا بعمل ايه بقى يا مستر؟ بنزل اول حاجة. تعالوا نشوف الخطوات كده فوق اهو. رقم واحد، اعمل بالانسد ايكويشن. كتر خيره هو عملها لي. تمام. طيب تاني حاجة، حدد العلاقة بين اتنين بس. تعالوا نشوف الاتنين بس اللي هنحدد العلاقة. هو الجيفن ايه؟ الجيفن NaCl. صح كده؟ ده الجيفن. خلاص. دي المعلومة اللي مديها لي. ماشي. طب الريكوايرد عايز ايه؟ هو عايز ماس الصوديوم سلفيت. يبقى ده الريكوايرد. يبقى انا كده حددت الايه؟ العلاقة اللي بين اتنين بس. يبقى العلاقة بتاعتي، اكتب العلاقة بقى 2NaCl. خلاص. وقصادها ايه؟ Na2SO4. حلو. في معلومة مهمة جدا، ان انا لما بنزل بحدد العلاقة لازم انزل بالبالانس. لازم اكتبها بالبالانس. يعني NaCl في البالانسد ايكويشن 2 NaCl، فبنزل بيها 2 NaCl. نفس الكلام الصوديوم سلفيت هنا 1، فبنزل بيه هنا 1 زي ما هو. تمام كده. حلو قوي. معنى العلاقه دي ان 2 مول من ال NaCl في البالانسد ايكويشن بيديني 1 مول من الصوديوم سلفيت. حلو. انا كده حددت العلاقه. حلو. تعالوا بقى نشوف الثالث خطوه. اختار جزئين. اختار جزئين. هو مديني معلومه عن ايه؟ الماس. صح كده؟ يبقى الجزء بتاعي هنا هيبقى ماس. ثانيه واحده. هيبقى ايه؟ ماس على مولر ماس. حلو قوي. تمام. نعمل ايكوال. والجزء التاني نحدد. الجزء التاني هو المعلومة اللي عايزها ايه؟ ماس. صح كده؟ عايز معلومة ماس. يبقى برضو الجزء التاني بتاعي هيبقى ماس على مولر ماس. تمام كده. في مشكلة لحد هنا؟ حلو قوي. تحت اضرب في ان. رابع خطوة بقى. تحت اضرب في ان وحل على طول. الان دي قلنا ان هي الكوفيشنت ان بالانسد ايكويشن او عدد السبستانس في العلاقة. تمام. هنعرف دلوقتي. تعالوا كده. ال NaCl معايا منها كام في العلاقة بتاعتي او في البالانسد ايكويشن؟ 2. صح كده؟ حلو قوي الكلام ده. يبقى ننزل على طول ب2. نعمل على طول هنا باي 2. خلاص. يبقى 2 باي المولر ماس. تحت بنضرب تحت اهو. تحت اضرب في N. تمام. تحت اضرب في ايه؟ في N. خلاص. حلو قوي. يبقى هنا ضربنا في 2 عشان معانا 2 NaCl. طب الناحية التانية هنا 1، هضرب في 1 يعني ملهاش لازمة يعني. تمام. المهم ان هنزل بالبالانسد ايكويشن عادي جدا. خلاص.
يبقى احنا كده ضربنا في الان، عرفنا كده الان دي ايه، دي الموجوده في البالانسد ايكويشن او في العلاقه. هنعرف دلوقتي برضو لما هنبدا حل هنشوف ايه العلاقه دي. تمام، حلو قوي. خلاص احنا كده السؤال بقى سهل جدا بالنسبه لنا، يتحل بكل سهوله. الماس ده هو مديهولي، المولر ماس احسبه عادي جدا من البراكت. خلاص، والمولر ماس هنا احسبه برضو عادي جدا. فاضل الماس اللي هو عايزه، كروس مالتيبليكيشن، ده مالتيبلاي ده اوفر ده. خلاص كده جبت الايه، الماس اللي هو عايزه. تمام، حلو قوي الكلام ده وسهل وكل حاجه. تعالوا بقى نبدا نحل ونشوف بنطبق ده ازاي. طيب تعالوا بسم الله. اول سؤال عندنا lesson 1 بيقول number of atom in 0.5 mole of acetic acid. تمام، ومديني ايه الكيميكال فورمولا بتاعت الاسيتيك اسيد. حلو قوي، يعني هو عايز عدد الاتوم في 0.5 مول من الاسيتيك اسيد. طب واحده واحده، احنا قلنا بنبدا نعمل ايه؟ اول خطوه نحدد الجيفن. ايه هو الجيفن؟ 0.5 مول اوف اسيتيك اسيد. يبقى ده كده ايه الجيفن بتاعي، ده المعلومه اللي مديها لي. تمام. طيب ايه هو الريكوايرد نمبر اوف اتومز؟ عايز النمبر اوف اتومز، يبقى كده ده الريكوايرد. حلو قوي الكلام ده. يبقى المعلومه اللي مدهاني مول على الاسيتيك اسيد وعايز اتومز. خلاص، عدد الاتومز. دي كده دايركت ولا اندايركت؟ دي كده اندايركت. خلاص، ليه؟ طب تعالوا نشوف ليه. تعالوا كده لما نعمل ايه العلاقه اللي احنا بنقول عليها دلوقتي، السي اتش 3 سي او او اتش اللي هو الاسيتيك اسيد، اللي هو تعرفوا ان شاء الله في ثالثه ثانوي ان ده خل الطعام. ماشي. طيب الاسيتيك اسيد ده فيه كام اتوم؟ تعالوا كده نعد. ادي 1 4 3 اتش اهو 4. خلاص، وادي وحدة كربون يبقى كده كام؟ 5. ماشي، و2 او ادي 6 7 وحدة اتش يبقى كده 8. يبقى الاسيتيك اسيد فيه 8 اتومز، صح كده؟ 8 ايه؟ 8 اتومز. دي العلاقة اللي انا كنت بقول لكم عليها، اللي هو هنا كده هتلاقوني كاتب عدد السبستانس في العلاقة. تمام. دي كده ما اقدرش اقول عليها طبعا ايكويشن، فدي كده العلاقه اللي احنا بنقول عليها. يبقى السي اتش 3 اللي هو الاسيتيك اسيد جواه كام مول؟ جواه 8 مول. خلاص، يبقى احنا كده حددنا الطرفين، طرفين العلاقه عندنا اهو، ان الاسيتيك اسيد 1 مول منه بيحتوي على كام اتوم؟ 8 اتومز. تمام. طيب تعالوا نشوف هنحل ازاي. تعالوا نمشي خطوه خطوه زي ما احنا قلنا. هنحدد جزئين. ايه هو الجزئين بتوعنا؟ جزء الاسيتيك اسيد هنا هو مديني معلومه ايه؟ معلومه بالمول، صح كده؟ معلومه بالمول، يبقى الجزء الاولاني بتاعي بالمول. تمام. احنا الجزء ده كده بتاع الاسيتيك اسيد هيبقى بالايه؟ اسف، هيبقى بالمول. تمام، يبقى مول اوفر 1 ملتبلاي ايه الان بتاعتنا عادي. تمام، حلو قوي. ايكوال ايه؟ ها، النص التاني اتومز، صح كده؟ حلو، يبقى ايه؟ number of particles. اتوم دي من البارتكلز، يبقى number of particles على ايه؟ افوجادرو اللي هو 6.02 multiply 10 باور 23 multiply ايه؟ ما تنساش دي indirect، يبقى multiply n على طول. تمام، حلو قوي الكلام ده. تعالوا بقى نعوض بسرعة سريعا اهو. هو مديني المول هنا ب 0.5، فاكتب هنا 0.5. خلاص، والN بتاعتي بكام؟ هنا الN ب1، صح كده؟ ماشي، يبقى الN هنا ب1. تمام. طب والN هنا؟ ها، احنا قلنا ان هنا 8 اتومز، صح كده؟ يبقى الN هنا ب8. تمام، حلو قوي الكلام ده. خلاص، انا حطيت هنا النمبر اوف مول اللي هو 0.5. ماشي، 0.5 وهنا 8. خلاص، بس كروس مالتيبليكيشن، ده مالتيبلاي ده على ده اللي هو طبعا ب1 هنا. خلاص، هتدينا ايه؟ هتدينا 4 تايم، او هتدينا رقم كبير كده. طيب ازاي يا مستر بقى اعرف ده 4 تايم ولا دبل ولا الكلام دوت؟ طيب تعالوا الاول نحدد الرقم بالظبط تحديدا، نحسبها سريعا كده، نحسبها مع بعض بسرعه. 0.5 0.5 اسف القلم مش عايز تشتغل. 6.02 multiply 10 باور 23 multiply 8
يدينا رقم اللي هو 2.4 2.408 multiply 10 باور 24. ده كده ايه number of atom. ده اللي هو عايزه اصلا خلاص، بس هو بقى مش مديني الرقم ده صريح هنا، ونكتب هنا atoms. تمام، مش مديني الرقم صريح هنا. اعمل ايه عشان اجيبها بافوجادرو؟ اروح اقسم الرقم الكبير ده على افوجادرو نمبر اللي هو 6.02 multiply 10 باور 23. حلو، نقسم الرقم ده هيدينا 4 تايمز، هيدينا 4 بالظبط. خلاص، يبقى تشويس ايه؟ تشويس بي. تمام كده، يبقى 4 تايم افوجادرو نمبرز. ندخل على السؤال اللي بعده. الدنيا بدأت توضح شوية. لسه يا مستر. طيب تعالوا نشوف السؤال اللي بعده، وان شاء الله الدنيا توضح اكتر واكتر. How many mole of sodium in 7.53 by 10 باور 22 atom of it؟ حلو، بيقول لي ايه؟ مديني عدد الاتوم. تعالوا كده بس بالراحة من غير اي لخبطة نحدد الايه الجيفن. فين الجيفن بتاعنا؟ ادي الجيفن بتاعنا، مديني نمبر اوف اتوم. تمام كده، يبقى النص الاولاني بتاعي في الجزء، او الجزء الاولاني بتاعي من الجزئين هيبقى ايه؟ نمبر اوف بارتكلز على افوجادرو نمبر. برافو. تمام. طيب الريكوايرد مول، عايز المول. عايز المول، يبقى ده ايه؟ ده كده الريكوايرد، اسف، ده الريكوايرد. خلاص. طيب يبقى كده الجزء بتاعي التاني نمبر اوف مول على ايه؟ على 1. وبما انها الريكوايرد والجيفن على نفس الشيء اللي هو الصوديوم، يبقى ده كده ايه؟ يبقى ده كده دايركت بروبلم، سهلة جدا، تعويض مباشر. نحدد الجزئين بسرعة يا مستر. نمبر اوف مول على 1 بيساوي، خلي بالكوا في الجزء الدايركت على طول انا بنزل ايه؟ بالاوفر 1. يعني مثلا هنا كده كنا بنقول ايه؟ ان وان وان. الان دي في الاندايركت. خلاص، طالما دايركت والحاجة هو طالبها، يعني الحاجة اللي طالبها على نفس الحاجة المعلومة اللي مديها لي، فدي ما بحتاجش انزل بالان. تمام، يعني الماس على المولر ماس على طول. خلاص. طيب تعالوا هنا number of particles. number of particles، انا مش عارف انا بصراحة بطيء كده ولا سريع بالنسبة لكم، بس يعني بعرفوني عشان ان شاء الله في الفيديوهات الجاية نظبط الموضوع ده. لو انا سريع او بطيء انا مش قادر احدد بالنسبة لكم انتوا انا كده بشرح بسرعة ولا لا، بس انا بحاول ما اطولش الفيديو يعني على قد ما اقدر. خلاص. طيب هو عامة اول كام سؤال هتحسوا ان انا طولت فيهم قوي عشان انا بوضح لكم الفكرة، بعد كده هتلاقوا الدنيا اتسرعت شوية. تمام. طيب النمبر اوف بارتكلز على مين؟ على افوجادرو على طول. 6.02 multiply 10 باور 23. تمام كده، حلو قوي. هنعوض ازاي؟ على طول بقى، سهل خلاص. ها، نمبر اوف مول هو مديها لي ولا عايزها؟ ده الريكواير، ده اللي هو عايزه. تمام. نمبر اوف بارتكلز هو اداها لي هنا اهو. تمام، يبقى احنا هنروح على طول نشيل ده ونحط الرقم اللي هو اداهولي 7.53 multiply 10 باور 22. بس خلاص، ده على ده، ده على ده يدينا ايه؟ الانسر بتاعنا اللي هو هيطلع تشويس بي 0.125 مول. تمام كده، حلو قوي الكلام ده. السؤال اللي بعد كده بيقول لي number of ions found in 0.5 mole of K2O بوتاسيوم اوكسايد. طيب انا محتاج منك تقول لي دي دايركت ولا اندايركت. وقفني كده ثواني وشوف، فكر. طيب هعتبر انك وقفتني، ماشي، وقلت ان دي دايركت. طب ليه بقى دايركت؟ ليه؟ هو دلوقتي هي على فكرة دي نفس فكرة اول سؤال. خلاص بالظبط، الفرق بس ان هنا اتوم هنا ايون. تمام. وهقول لك نوت مهمة جدا دلوقتي. هو بيقول لي number of ions found in 0.5 مول من البوتاسيوم اوكسايد. هو البوتاسيوم اوكسايد ده بيتكون من ايه؟ من 2 بوتاسيوم ايون، صح؟ وواحد اوكسايد. حلو قوي. يعني انا عندي في البوتاسيوم اوكسايد 3 ايونز، صح كده؟ حلو قوي. هقول لك بقى نوت ان عادة لما بيطلب number of atom او number of ion بتكون indirect على طول. خلاص،
فايه على طول كده اعتبرها indirect على طول. يعني هنحدد الطرفين، العلاقة بين الاتنين، خلاص، وايه، ونحدد الجزئين ونحل زي ما بنحل. طيب تعالوا نشوف هو مديني ايه عن البوتاسيوم اوكسيد. مديني نمبر اوف مول، يبقى على طول الجزء بتاعي الاولاني هيكون ايه؟ نمبر اوف مول 1 على اوفر 1 باي ان. تمام كده يساوي هنا الايونز نمبر اوف بارتكلز، هو عايز نمبر اوف ايونز صح كده، يبقى نمبر اوف بارتكلز. تمام، على مين؟ على افوجادرو 6.02 تبلاي 10 باور 23. تمام قوي، ملتبلاي ان ما تنساش. حلو قوي. خلاص بقت سهلة جدا واسهل مما احنا كنا متخيلين، وهنعوض على طول. تعالوا نعوض بسرعة. نمبر اوف مول هنا ب 0.5. تمام، النمبر اوف بارتكلز ده اللي انا عايزها. حلو قوي. الان هنا بكام؟ ب 1 صح كده، يبقى هنا 1. والان هنا بكام؟ ها، ب 3 صح، يبقى الان هنا ب 3. حلو قوي. بس خلاص كده كروس مالتيبليكيشن الجميل بتاعنا هيطلع التشويس دي الاجابه، نمبر اوف بارتكلز بتاعي. تمام، اللي بعده. لو الدنيا بدأت توضح شويه زي ما قلت لك، ابدأ بقى وقفني وجرب انت تحل بايدك. خلاص. طيب بيقول لي in dissolving 1 مول of sodium chloride اللي هو ال NaCl عشان الناس اللي لسه الاساسيات واقعه منها شويه، in water completely، يعني انا دوبت شويه صوديوم كلورايد في الميه. خلاص. the total number of ions equal. حلو قوي. بص كل ده ما يشغلناش، كل اللي هو كاتبه ده ما يشغلناش. الجيفن بتاعي ايه يا معلم؟ الجيفن بتاعي مول صح كده، الجيفن بتاعي ايه؟ مول. طب والريكوايرد بتاعي ايه؟ هو عايز النمبر اوف ايونز صح كده، يبقى ده الريكوايرد بتاعي. واحنا قلنا خلاص طالما طالب نمبر اوف ايون يبقى على طول دي اندايركت. تمام، اجري على طول احدد الايه، العلاقة. يبقى ال NaCl فيها كام ايون؟ عندنا ال Na بوزيتيف وال Cl نيجاتيف، يعني 2 ايونز. 2 ايونز خلاص كده. حلو. يبقى الجزء بتاعي الاولاني هو مديني مول، يبقى الجزء بتاعي الاولاني مول، يبقى نمبر اوف مول. تمام، اوفر 1 ملتبلاي ان بيساوي، ها عايز ايه؟ هو نمبر اوف ايون، نفس الكلام نمبر اوف بارتيكل ماشي على ايه؟ افوجادرو. تمام، انا بختصر بس عشان ايه اعرف يعني المساحه صغيره شويه. تمام، بس خلاص النمبر اوف مول هو مدوني بوم، يعني في الاخر هتساوي ايه؟ النمبر اوف بارتيكل بتاعي هيساوي افوجادرو ملتبلاي 1 اوفر ايه؟ اوفر 1. يبقى في الاخر هيساوي افوجادروز نمبر صح كده. حلو قوي الكلام ده. نكمل. سوري احنا في حاجه نسيناها مهمه جدا. احنا في حاجة نسيناها مهمة جدا، وهي ايه يا معلم؟ الان. اوعى اوعى اوعى. خلاص، خلي بالك الحتة دي ايه، مهمة جدا وممكن تطير لنا السؤال على طول. تعالوا كده نجيبها هنا في الرواقة شوية. خلاص، دلوقتي احنا قلنا ان احنا بننزل بالجزئين ونضرب تحت في ان. احنا نسينا هنا نضرب في الان، خلي بالك. ماشي. تمام، ال n هنا بكام؟ ب2، يبقى على طول اعوض عن ال n ب2. تمام، حلو قوي. يبقى كده افوجادرو ملتبلاي 2 ملتبلاي 1 اوفر 1، يعني في الاخر هتبقى افوجادرو ملتبلاي 2 اللي هي التشويس بي. تمام، شفت انا اهو بحل معاكم اتلخبطت ونسيت احط ال n، فانت اوعى تنسى تحط ال n، اوعى. شفت شلوحتنا ازاي؟ طيب تعالوا نخش على السؤال اللي بعده. question 5. What is the number of ion found in 16 gram of anhydrous copper 2 sulfate؟ ايه بقى الكلام ده؟ هو عايز ايه؟ بالراحة، في ناس بتقعد تقول لي يا مستر انا بتوه وانا بقرا السؤال. احنا قلنا ايه؟ داخلين السؤال نحدد حاجتين، given و required. الجيفن بتاعي ايه؟ ها، 16 جرام of anhydrous copper sulfate، يعني ده الماس، ده الجيفن كده عبارة عن الماس. خلاص، اللي هو المعلومة اللي مديها لي. طب هو عايز ايه؟ what is the number of ion؟ بعد what is على طول ده ايه؟ بيكون الريكوايرد.
number of ion. يبقى ده كده الريكوايرد. حلو قوي. خلاص انا حددت الجيفن والريكوايرد، اروح احل على طول. الكبر 2 سلفيت ده هو السي يو اس او 4، ده الكبر 2 سلفيت. طيب هو بيقول لي بقى عايز ايه؟ عايز النمبر اوف ايون. تعالوا كده نشوف الايون بتاعي. انا عندي كام ايون في الكبر 2 سلفيت؟ الكبر ده بيعتبر ايون، خلاص، والسلفيت على بعضها ايون، اتوميك جروب. يبقى ده ايه؟ على بعضها كده بتتعامل كحاجه واحده. يبقى انا كده عندي 2 ايونز، 2 ايونز. حلو. على طول بقى نروح نحدد العلاقه. يلا اهو الموضوع بقى سهل خلاص. نحدد العلاقه. كبر 2 سلفيت فيها 2 ايونز، ماشي. هنا المعلومه اللي مدهاني عن الكبر سلفيت هي الماس، فالنص الاولاني او الجزء الاولاني هيبقى ماس على مولر ماس. خلونا بقى نكتبها باختصار على طول بدل ما نضيع وقت. ام دي مولر ماس، تمام. النص التاني ايونز، يبقى number of particles ونختصر البي دي كاختصار لبارتكلز، تمام، على افوجادرو 6.02 multiply 10 باور 23. هل بس كده خلاص خلصت؟ في حاجة مهمة جدا جدا جدا، وهي ايه؟ نضرب تحت في ان. هنضرب هنا في ان ونضرب هنا في ان، تمام. حلو. ال ان هنا بكام؟ الكبر سلفيت بكام؟ ها، ب1 صح. يبقى هنا على طول اطير دي 1 ملهاش لازمة، تمام. طب ال ان هنا بكام؟ ها، سوري، ال ان هنا ب2، يبقى على طول هنا انزل بال2 بس. خلاص كروس مالتيبليكيشن. هو هنا المولر ماس هروح احسبه بسرعة. الناس اللي ما بتعرفش برضو تحسب المولر ماس بالراحة كده على طول. الكبر ها، مولر ماس على جنب هنا بيساوي الكبر 63.5 بلس عندي كام اس؟ واحدة، يبقى 32 بلس عندي كام او؟ 4، يبقى 16 multiply 4. نحسب ده كلهم كده. 63.5 بلس 32 بلس 16 multiply 4 يطلع معانا 159.5. حلو الكلام، حلو الكلام. جرام بير مول. مهمة جدا الميجرنج يونت، تمام. طيب خلاص نزلنا بالمولر ماس اللي احنا لسه عاملينه اللي هو 159.5، ماشي. وفوق الماس هو كده كده مديهولي اللي هو ب 16 جرام، 16. خلاص وده اللي انا عايزه. والنمبر اوف بارتيز خلاص كده، خلاص اعمل كروس مالتيبليكيشن. ده ملتبلاي ده اوفر ده، تمام كده. هيدينا الانسر. تعالوا نحسبها عشان نبقى متأكدين ان احنا كده ماشيين صح. 16 ملتبلاي افوكادرو ملتبلاي 2 وانزل تحت 159.5 يدينا تشويس. التشويس ايه؟ يبقى كده تشويس ايه الإجابة الصحيحة بتاعتنا، تمام. الموضوع بقى سهل. انا بس يعني انا نفسي والله انزل لكم الفيديو دلوقتي عشان احس بس يعني افهم هو الموضوع بقى سهل بالنسبة لكم ولا لا. يعني لسه حاسين بصعوبة. طيب تعالوا نكمل حل. ايه السؤال اللي بعد كده؟ السؤال ده حلو جدا. نبدأ بقى نعلى بالمستوى شوية، تمام. بيقول لي a sample of oxygen gas whose mass in 8 gram is 8 gram contains the same number of atom found in 16 gram of element X. What is the gram of atomic mass of element X؟ ايه بقى الكلام ده يا مستر؟ احنا مدينا هنا 2 جيفن، عندنا هنا 2 جيفن يا مستر، وفي حاجات كتير قوي احنا مش يعني ايه ده احنا ما اتفقناش على كده. بالراحة. السؤال ده لو قسمناه لجزئين هيبقى ابسط مما انتم متخيلين. بالراحة. هو الاول اداني معلومة مهمة جدا وقال لي ان ايه السامبل. اولا سامبل يعني عينة، تمام. بيقول لي العينة بتاعت الاكسجين جاز اللي الماس بتاعها 8 جرام، تمام. يعني انا عندي دلوقتي عينة من الاكسجين جاز الماس بتاعها 8 جرام، تمام. راح نحاول كده نبسط الدنيا خالص. حلو. بيقول لي ايه تاني؟ بيقول لي هي contains the same number of atom found in 16 جرام of element X. يعني عندي عينة تانية اسمها X معرفهاش،
الماس بتاعها 16 جرام. تمام. بيقول لي بقى ان النمبر اوف اتوم هنا، number of atoms هنا بيساوي النمبر اوف اتومز هنا. دي معلومة خطيرة جدا دي. هنا O2 وهنا X. تمام. في العينة في 16 جرام وفي الإيت. طب احنا هنستفاد ايه يا مستر بالكلام ده؟ بالراحة. احنا دلوقتي قلنا ايه؟ هنقسمها لنصين. اول نص هنشتغل على الO2 ماشي، ونروح نحسب اصلا number of atoms بتاعة الO2. طيب تعالى نشتغل، نقسم كده الصفحة نصين اهو. ماشي، عمل لنا سهم، ما علينا. وهنحسب اول حاجة ايه؟ النمبر اوف اتومز بتاعة الO2. طيب الO2 اصلا يا مستر فيها كام اتوم؟ فيها 2 اتوم، 2 O، صح كده؟ حلو قوي الكلام ده. هو مديني المعلومة مستر ماس، يبقى ماس على المولر ماس. تمام. وايه تاني؟ هو عايز النمبر اوف اتومز، يبقى النمبر اوف بارتكلز، number of particles على مين؟ افوجادرو 6.02 multiply 10 باور 23. بس كده واسكت. خلي بالك الان يا معلم، الان يا معلم باي ان باي ان. هنا الان بتاعتي ب1 فاشطب على دي وانزل ب1. هنا الان بتاعتي بكام؟ ب2 فاشطب على دي وانزل ب2. انا عندي 2 او صح كده، يبقى الان بتاعتي ب2. تمام. والماس بتاعتي اديها لي، نعوض بسرعة بقى كده سريعا سريعا سريعا. الماس ب8. المولر ماس بتاع الO2، الأو الواحدة ب16، يبقى الO2 بكام؟ 32. 16 باي 2. طيب والنمبر اوف بارتكل ده اللي انا عايزه. تمام. يبقى على طول ده ملتبلاي ده اوفر ده، جبنا النمبر اوف بارتكلز اللي هي النمبر اوف اتومز اوف O2. تمام. هتساوي كام بقى دي؟ تعالوا نحسبها بسرعة كده سريعا 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 سريعا. 10 باور 23. يلا يا مستر طولنا. حاضر، أسرع مما تكون. 32 يبقى بتساوي 3.01 multiply 10 باور 23 atoms. خلاص، حلو قوي الكلام ده. كده احنا خلصنا النص الاولاني اللي احنا ايه طلعنا منه بمعلومة مهمة، وهي ايه؟ وهي النمبر اوف اتومز. طب انا استفدت ايه كده؟ احنا قلنا بقى ان النمبر اوف اتوم بتاع ده بيساوي النمبر اوف اتوم بتاع ده. طب هو عايز ايه اصلا؟ عايز الاتوميك ماس يا مستر، عايز الاتوميك ماس بتاع الاكس. طب ماشي خلاص، احنا كده بقى معانا ايه؟ معلومتين عن الاكس نقدر نروح نجيب بيه الاتوميك ماس غصب عنه. حلو، تعالى كده بالراحه. الاكس بتاعي هو عايز الايه؟ الماس، صح كده؟ يبقى المولر ماس او الاتوميك ماس، يبقى الماس على المولر ماس. تمام. وانا معايا معلومتين اللي هو الماس والنمبر اوف اتوم، يبقى العلاقه التانية على طول النمبر اوف بارتكلز، نمبر اوف بارتكلز، صح كده؟ حلو قوي الكلام ده. على افوجادرو 6.02 multiply 10 باور 23. نعوض تعويض على طول سريع. الماس بكام؟ ها، ب8. لا 16 جرام، اسف 16 جرام. المولر ماس ده اللي انا عايز اعرفه. طيب النمبر اوف بارتكلز ها بكام هنا؟ 3.01 اللي احنا جبناها من هنا دي اهي. خلاص دي كده النمبر اوف بارتكلز 3.01 multiply 10 باور 23. يلا نروح نحسب بسرعة بسرعة بسرعة. 16 multiply 6.02 by 10 باور 23 over 3.01 multiply 10 باور 23 يدينا 32 يا مستر. يبقى كده المولر ماس equal 32 جرام بير مول، اللي هي تطلع عندنا تشويس كام؟ تشويس دي. حلو قوي الكلام ده. السؤال تحفة بجد. بالراحة تاني بسرعة عشان الناس اللي ايه تاهت مني. هو قال ايه؟
اداني الماس بتاع الO2، عينة من الO2 اداني الماس بتاعها ب 8 جرام، وقال لي ان النمبر اوف اتوم بتوع ال 8 جرام دول بيساوي النمبر اوف اتوم بتوع ال 16 جرام من اكس. تمام. استنتجت من كده خلاص ان انا لو جبت النمبر اوف اتوم بتاع الO2 اقدر اعتبره هو النمبر اوف اتوم بتاع اكس. حلو قوي الكلام ده. فجبت النمبر اوف اتوم بتاع element بتاع O2 بتاع الO2، خلاص جبت النمبر اوف اتوم بتاعه، ورحت الناحية التانية بالعلاقة بتاعتي عوضت فيها بالنمبر اوف اتوم، جبت الاتوميك ماس اللي هو عايزه. بس كده خلاص، الموضوع اسهل من السهولة. طيب اتمنى يعني ان هو يكون اسهل من السهولة بالنسبة لكم برضو. خلاص حلو قوي. السؤال اللي بعده choice question 7 بيقول لي what is the molar mass of barium sulfide. سؤال عبيط قوي ده يعني. خلاص الباريوم بكام؟ بسرعة يلا، بسرعة بسرعة. الباريوم 137 يا عم. ايه يا عم؟ 137 بلس احنا اصلا نكتب الباريوم سلفايت الاول طبعا عشان الناس اللي ايه مش عارفة الباريوم سلفايت ده عامل ازاي. الباريوم Ba خلاص، والسلفايت ده عبارة عن SO3، ده السلفايت. تمام. BaSO3 يبقى اس معايا 32 1s، ومعايا 3 اكسجين يبقى 16 ملتبلاي 3 هيساوي في الاخر هيساوي في الاخر 217. تمام كده. تمام. choice A يعني الاجابه. question 8 بيقول لي which of the following has the least molar mass. حلو قوي. سؤال سهل جدا برضو. مديني هو المولر ماس اصلا، خلاص مديني الاتوميك ماس بتاع كل واحد. هروح احسب المولر ماس بتاع كل حاجه، بس هنا مهم ان احنا نكون عارفين الكيميكال فورمولا. فال H2O، الميثان عباره عن CH4، الكربون دايوكسيد عباره عن CO2، الهيدروجين كلورايد عباره عن HCl، بس ده جاز فقال لي هيدروجين كلورايد. لو كان اسيد فيقول لي هيدروكلوريك اسيد. خلاص. طيب انا متهيألي السؤال ده مش محتاجين نحله، هنروح نحسب المولر ماس بتاع كل واحد. تمام. هيطلع عندنا الإجابة في الآخر question C، هو هيبقى أقل مولر ماس. تمام. طيب السؤال اللي بعده question 9 بيقول لي the number of mole of hydrogen sulfide in 49.79 of its وعايز يعرف. نرجع بقى بطريقتنا عادي خالص، دي دايركت، سؤال دايركت. مديني الماس بتاع الهيدروجين سلفايد. ايه الهيدروجين سلفايد ده؟ اللي هو ال H2S، وده جاز. طالما قال هيدروجين ما قالش هيدرو، يبقى ده جاز على طول. هيدروجين سلفايد يبقى ده جاز على طول. تمام ماشي. بيقول لي ايه؟ معايا 49.79 جرام منه، وعايز النمبر اوف مول بتوعه. يبقى انا على علاقتي ماس على مولر ماس، ماشي، اللي هو الجيفن، والريكوايرد بتاعي نمبر اوف مول على 1. بس خلاص اعوض بقى على طول سريعا كده. الماس هنا بيساوي 49.79، والمولر ماس بتاع ال H2S هو 2 بلس 32 يبقى 34. تمام. نعوض يبقى النمبر اوف مول 49.79 over 34 يدينا 1.46 choice B. تمام كده. تمام. question 9 question 10 what is the total number of mole of oxygen found in 240 gram of NH4NO3 ammonium nitrate. طيب مديني الماس برضو وعايز النمبر اوف مول، يبقى على طول بس خلي بالك عايز النمبر اوف مول بتاع ايه؟ بتاع الاكسجين. الريكواير الجيفن عن حاجة والريكوايرد عن حاجة مختلفة، يبقى دي كده indirect. يبقى على طول هنروح هنحدد علاقة.
ال NH4 NO3 فيها كام O يا مستر؟ فيها 3O، يبقى انا عندي 3O هنا. تمام، حلو قوي. مديني المعلومة بتاعت الأمونيوم نيتريت الماس، فيبقى هنا ماس على مولر ماس، وبس كده. لا، ملتبلاي ان، ما انا خلاص بقى احنا بقينا خبرة دلوقتي. طيب والاو؟ ها، هو عايز ايه؟ نمبر اوف مول، يبقى نمبر اوف مول اوفر 1 ملتبلاي ان. الان هنا بكام؟ ها، الان هنا ب1 صح، يبقى هنا ب1. والان هنا بكام؟ ب3، يبقى هنا 3 بس على طول. والماس هنا معايا بكام؟ 240، يبقى 240. والمولر ماس نروح نحسبها بسرعة بسرعة بسرعة. ال N ب14 بلس 4 بلس ال N ب16 ب14 تاني بلس 16 multiply 3 يبقى equal 80. equal 80. حلو، بس خلاص cross multiplication يبقى 3 multiply 240 over 80 equal 9. equal 9. ايه ده بقى؟ equal 9. اسف، عيني نزلت على السؤال اللي بعديه. تمام كده، تمام. question 11 بيقول لي mass of carbon in 2 mole of carbon of calcium carbonate. الماس اوف كربون، طب دي دايركت ولا اندايركت؟ ها، خلاص بقى احنا خبرة بقى، خلاص بقينا لعيب، الله اكبر علينا يعني. مديني المول بتاع الكالسيوم ايه؟ كربونات. الجيفن بتاعي عن حاجة، وهو عايز ماس بتاع الكربون، والريكواير ده على حاجات مختلفة. يبقى دي يا مستر على طول ايه؟ اندايركت. فهروح اعمل علاقة، يبقى كالسيوم كربونات جواها كام ايه؟ كربون، جواها 1 كربون. خلاص، يبقى على طول هو مديني المعلومة مول، يبقى هنا النمبر اوف مول. تمام، على 1 ملتبلاي ان، اوعى تنسى الان، بيساوي الكربون هنا هو عايز ايه؟ عايز الماس، يبقى ماس على مولر ماس. تعالى ننقل الحتة دي في رايقة، حتة رايقة شوية. خلاص، نعوض بقى بسرعة. نمبر اوف مول هو مديهولي ب2. تمام، 2. والان هنا بكام؟ ب1 اهي، 1 كالسيوم كربونات. ماشي. والمولر ماس بتاع الكربون ب12، والماس ده اللي انا عايزه بس، يبقى 12 multiply 2 over 1 يبقى 24 جرام. في مشكلة لحد دلوقتي؟ مفيش مشكلة اعتقد يعني. طيب question 12 بيقول لي the mass of 0.25 mole of sodium carbonate equal نقط. يبقى هو مديني ايه؟ مديني الماس بتاع الصوديوم كربونات. اللي هو ايه الصوديوم كربونات ده يا مستر؟ لازم بقى نكون عارفين الكيميكال فورمولا، اللي هو Na2CO3. خلاص، ده الصوديوم كربونات بيساوي ايه؟ طيب هو مديني المول وعايز الماس على نفس الحاجة، يبقى دايركت. يبقى على طول الجزئين بتوعي ماس وايه؟ ومول، صح كده؟ ماس ومول، نمبر اوف مول على 1، وماس على مولر ماس. تمام، الماس بتاعي ب 0.25، لا الاسف، المول بتاعي ب 0.25. 0.25 خلاص. والماس ده اللي انا عايزه اصلا. طيب والمولر ماس بتاع الصوديوم كربونات بكام؟ نروح نحسبه بسرعة بسرعة بسرعة. 23 multiply 2 plus 12 plus 16 multiply 3 يدينا 106، صح كده؟ 106. اتمنى تكونوا بتحلوا معايا، اتمنى. طيب يبقى 106 multiply 106 multiply 0.25 26.5 جرام.
طبعا انا عارف ان في ناس الاسئله دي بتحلها بسرعه جدا خلاص، لان هي عارفه القوانين وحافظاها. بس انا بتعامل مع الناس اللي بتتلخبط من اقل حاجه. انا بحاول على قد ما اقدر والله ان انا انظم لك دماغك، خلاص اخلي دماغك مرتبه. اي سؤال انت داخل عارف انت عايز ايه، بتحدد الجيفن، بتحدد الريكوايرد، تشوف ده دايركت ولا اندايركت. خلاص عرفت الخطوات الحل، الموضوع بقى اسهل من السهوله. هي عباره عن سيستم احنا ماشيين بيه، تمام. السيستم ده مجرد ان هو خلاص اشتغل في دماغك، خلاص الدنيا بقت بسيطه جدا. هتلاقي بقى حاجات بسيطه اللي بتوقفك، انك مثلا مش عارف الكيميكال فورمولا بتاعت حاجه معينه، خلاص. البالانسد ايكويشن، كل دي حاجات المفروض ان هي بيزكس، ومع الوقت ومع الحل الكتير ومع المحاولات الكتير هتتظبط ان شاء الله. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لي if the mass of 0.006 mole of an oxide of phosphorus equal 1.704 gram, what is the molecular formula of this oxide. اه هو مديني، بيقول لي عندي فوسفورس اوكسايد بس محددش نوعه بالظبط، خلاص فهقول بي اكس و او واي لان انا معرفش. طيب وقال لي ان الماس بتاعه في 0.06 مول، 0.06 مول بيساوي ايه 1.07404، وعايز الموليكولار فورمولا اوف ذيس اوكسايد. اعملها ازاي دي يا مستر؟ دي سهله جدا دي اصلا. ده خلي بالك سؤال دايركت، بس هو يعني ايه كأنه كده بيقول لك انا عايز المولر ماس بطريقه اندايركت، فاهم؟ كل اللي احنا هنروح نعمله دلوقتي هنجيب المولر ماس بتاع الفوسفورس اوكسايد ده، تمام. طيب تعالى نشتغل دلوقتي. مديني ماس ومديني مول، يبقى نمبر اوف مول اوفر 1 بيساوي الماس على المولر ماس. حلو قوي. يبقى هنا عندي number of mole مديهولي ب 0.006 over 1، والماس مديهولي ب 1.704. يعني اسف على اللعبكة اللي حصلت دي، خلاص. والمولر ماس عندي ده اللي انا عايزه. حلو قوي. يبقى هنعمل ايه 1 multiply الماس over النمبر اوف مول، يبقى 1.704 multiply 1 over 0.006 هيساوي 284. يبقى كده المولر ماس بتاع البي اكس او واي equal 284 جرام بير مول. تمام، حلو قوي الكلام ده. طب انا كده استفدت ايه؟ كل اللي انا هعمله دلوقتي هروح على التشويسز احسب المولر ماس بتاع كل واحد فيهم، اللي هيديني 284 يبقى هو ده الانسر. خلاص حلو قوي. ده نحسبه البي 2 او 3 يبقى هيدينا 110. تمام، لما نحسب المولر ماس بتاعه هيدينا 110. طيب والبي او 4 هنحسب المولر ماس بتاعه هيدينا 95. البي 4 او 10 هنحسب المولر ماس هو ده اللي هيدينا 284، يبقى هو ده الانسر. سؤال حلو برضو، سؤال جميل بصراحة. خلاص بيروح يطلب حاجة بس طريقة اندايركت. هو طلب المولر ماس، شغلنا العادي جدا، مسألة دايركت عادية جدا، بس جابها لك بشكل مختلف، بس حاجة بسيطة خالص. طيب which of the following contain the least mass of oxygen. حلو ده، حلوة دي كأنها 4 أسئلة في سؤال. ليه بقى؟ لأن احنا كل سؤال كل شويس للأسف هنروح نشوف الماس اوف أكسجين بكام فيه. تمام. طيب تعالوا نجيبها كده بالراحة، نحاول ناخدها كده. عشان ما نتلخبطش، ماشي. ونعمل اد بيج ونحط السؤال هنا.
حلو قوي. تعالوا بقى نحسب الكلام دوت. التشويس ايه بتاعي هنروح نحسب ايه؟ احنا هنروح نحسب ايه؟ خلي بالك، هنروح نحسب هو عايز ايه. بيقول لي what is انا اسف، بيقول لي عندي الليست ماس، عايز يعرف الليست ماس اوف اوكسجين. خلاص حلو، يبقى تشويس ايه هنروح نحسب الليست ماس اوف اوكسجين. دي كده اندايركت عشان هو مديني معلومة عن الاسيتيك اسيد، ماشي، عايزين نعرف ايه الماس اوف اوكسجين. يبقى عندي هنا ال HCOOH contain 2O، تمام، وهو مديني المول، يبقى هنا number of mole تمام over 1 multiply n بيساوي، احنا عايزين نعرف الماس، يبقى ماس على مولر ماس تمام. طيب number of mole ب 0.6 ال n هنا ب 1 اهي 1، ماشي. الماس بتاعي ده اللي انا عايز اعرفه، المولر ماس 2 او، يبقى 16 ملتبلاي 2، تمام كده. يعني الاو بتاعتي خلي بالك هي ملتبلاي ان، ماشي، فالان بتاعتي بكام؟ ب2، تمام كده. يبقى الايه الان بتاعتي ب2، يبقى 16 ملتبلاي 2. طيب دي هتطلع بكام؟ الماس هنا هيطلع 16 multiply 2 multiply 0.6 هيدينا 19.2 جرام. حلو قوي. تشويس بي بيقول لي 0.8 اوف مول اوف H2O، نفس الخطوات بتاعتنا. ال H2O جواها 1O، الماس بتاعتنا يبقى هنا هو مدينا مول، يعني 0.8 مول على 1 multiply n، تمام، بيساوي الاو هنا بكام؟ ده اللي انا عايز اعرفها، يبقى الماس هنا ده اللي انا عايز اعرفه اوفر المولر ماس. الاو الواحدة ب16 ملتبلاي n، الان ب1 اهي ب1 اهي، تمام. بس نجيب الماس ايكوال، الماس ايكوال كام؟ 16 ملتبلاي 0.1 0.8 اسف، 16 ملتبلاي 0.8 equal 12.8 جرام. ماشي، يبقى احنا كده خلاص اتأكدنا ان هي مش تشويس ايه، لان لقينا حاجة اصغر منها. تمام. تشويس سي نفس الكلام، عندنا ال O2 فيها 2O، ماشي، ومديني المول ب 0.7 over 1 multiply n، ال n ب1 equal ال O الناحية التانية عايزين الماس بتاعها، خلاص، والمولر ماس بكام؟ ب16. على طول بقى نكتب عشان بدل ما نقعد نضيع وقت. 16 multiply ال n هنا ب2 يبقى 2، تمام. خلاص نحسب على طول، يبقى 16 multiply 2 multiply 0.7 يدينا 22.4، يبقى الماس هنا 22.4 جرام. تشويس دي اخر حاجة خالص. يبقى احنا كده خلي بالك استبعدنا A و C عشان هم اكبر اتنين لحد دلوقتي، واحنا عايزين اصغر واحد. طيب H2SO4 جواها 4O، ماشي، نفس الكلام، مدينا ال 0.3 مول على 1 multiply n هيساوي 4. الماس قصدي، الماس اللي عايز اعرفه على المولر ماس 16 multiply ال n هنا بكام؟ ب4، يبقى 16 multiply 4، يبقى 16 multiply 4 multiply 0.3 يدينا 19.2. 19 mass equal
19.2. حلو قوي. يبقى انهي الليست ماس هنا؟ هو تشويس بي، ده اقل ماس اللي هو 12.8. يبقى الاجابه بتاعتنا هنا 12.8 اللي هو تشويس بي. تشويس بي 12.8. question 14. تمام. السؤال اللي بعده question 15. what is the number of molecules in sample of ammonia NH3 its mass equal 43.5 جرام؟ حلو قوي. بيقول لي ايه؟ عايز يعرف النمبر، عدد الموليكيول، خلاص، of sample of ammonia، يعني عايز يعرف عدد الامونيا موليكيول، خلاص، في سامبل الماس بتاعها 43.5 جرام. يبقى ده الجيفن بتاعي اللي هو الماس، والموليكيولز ده الريكوايرد اللي انا عايز اعرفه. حلو الكلام. طيب دي يا مستر دايركت ولا اندايركت؟ والله هو طالب موليكيول بتاع ال NH3، خلاص، عددهم، ومديني الماس بتاع ال NH3، فكده المعلومة والريكوايرد على نفس الحاجة، يبقى دايركت. نعوض على طول، نروح نقول ان الماس اللي هو 43 جرام، 43.5 جرام على المولر ماس ال NH3، المولر ماس بتاعها ب 17. 14 بلس 3 اللي هي 3 اتش، خلاص، يبقى 17. تمام. ايكوال النمبر اوف بارتكلز. نمبر اوف NO دي اختصار نمبر اوف بارتكلز، NO قصدي اختصار نمبر يعني. تمام. طيب النمبر اوف بارتكلز على 6.02 multiply 10 باور 23 cross multiplication، يعني هنقول 6.02 multiply 10 باور 23 multiply 43.5 over 17 هيدينا choice C 1.54 multiply 10 باور 24. ده كده إجابة question 15. نخش على question 16 وأسرع شوية. What is the mass of one molecule of propanol؟ البروبانول ده الكحول، خلاص، حاجة من الكحوليات هنعرفها إن شاء الله في تالتة ثانوي، اللي هو يعني أمتع منهج ممكن تاخدوه للكيمستري بجد في حياتكم. طيب what is the mass of one molecule of propanol؟ تعالوا نشوف. سهلة جدا. هو مدينا 1 موليكيول، بيقول لي 1 موليكيول. 1 موليكيول، عارف يعني ايه 1 موليكيول؟ احنا قلنا ان ال 1 مول من الشيء، خلاص، جواه افوجادرو نمبر اللي هو 6.02 ملتبلاي 10 باور 23. 10 باور 23 ده انت مش متخيل عدد الاصفار اللي بعد الرقم، فمش متخيل الرقم كبير قد ايه. الرقم ده كبير جدا. تمام. الرقم ده اكبر من عدد البشر اللي عايشين على الارض. ماشي. هو بقى بيقول لك 1 موليكيول. 1 موليكيول يعني حاجة صغننة جدا جدا جدا. فهي بالبديهيات كده مستحيل تبقى 60 جرام، ومستحيل تبقى ايه الرقم اللي هو الافوجادرو ده، لان ده رقم كبير جدا، وده رقم اكبر كبير جدا برضه، يعني ده رقم كبير وده رقم اكبر منه. ماشي. فانا بالاستنتاج كده او بالذكاء انا رحت استبعدت بيه ودي ليه؟ عشان انا بقول لك هو عايز ماسل 1 موليكيول، حاجه صغننه جدا 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 يعني. طيب تعالى نحسب ونشوف هيطلع معانا بكام. دلوقتي هو عايز ايه؟ ماس ال1 موليكيول، يعني هو مدينا معلومة ان هو 1 موليكيول، ده الجيفن. تمام. والريكوايرد ماس، خلاص. طيب يبقى العلاقة بتاعتي او الجزئين بتوعي ايه؟ الجزئين بتوعي ماس، وعلى نفس الحاجة خلي بالك، فكده دايركت بروبلم. ماشي. يبقى العلاقة بتاعتي ماس اوفر المولر ماس بتساوي equal الجزء التاني number of particles over افوجادرو 6.02 multiply 10 باور 23. طيب تعالى نعوض بسرعة. هنا الماس ده اللي انا عايز اعرفه، المولر ماس نروح نحسبه بسرعة. عندي 3 كربون يبقى 12 multiply 3، عندي 8 اتش
يبقى 7 يبقى 8 قصدي، ومالتبلاي 8 يبقى 8 بلس عندي O واحدة يعني 16 يبقى 60. تمام، يبقى ب 60. والنمبر اوف بارتكلز هو قال لنا 1 موليكيول، يبقى هنا ب 1. انت متخيل الرقم بقى صغنن قد ايه؟ طيب تعالى بقى نحسب ونشوف. 1 multiply 60 over 6.02 multiply 10 باور 23. يا نهار ابيض، هيدينا 9.97 باي 10 باور باي 10 باور نيجاتيف 23. خلاص الرقم ده صغنن جدا، يعني رقم اصغر مما انتم متخيلين. خلاص ماشي، يبقى تشويس ايه الاجابه. تمام، نخش على اللي بعده. بيقول لي 1 مول 1 mole of nitrogen gas combine with 3 mole of hydrogen gas to form the following amount of NH3 gas except. نبدأ بقى نخش على ايه الايكويشن والكلام الحلو والدنيا تحلو. طيب تعالى نشوف الاول نكتب الايكويشن بتاعتنا. وقال لي 1 مول صح كده. طب ما تيجي نكتب الايكويشن بالانسد ايكويشن. مش احنا اتفقنا ان اي سؤال يكون اندايركت او يكون مديني كذا حاجة لازم الأول أوضح equation. طيب تعالى نوضح equation. N2 plus H2 يدينا ايه NH3. طب هي كده ما بقتش لسه بالانس. طيب هنعمل بالانس ازاي؟ نحط هنا 3 خلاص، عشان أنا عندي هنا 2H وهنا 3H، فهنحط هنا 3 ونضرب هنا في 2 يبقى هنا عندي 6H وهنا 6H خلاص، و2N وهنا 2N كده بقت بالانس والدنيا زي الفل وكله مرضي. تعالى نبدأ بقى نشوف هنشتغل ازاي. هو بقى بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان انا عندي 1 مول من النيتروجين اتفاعل مع 3 مول من الهيدروجين. خلاص ده اللي خلي بالك، ده سبحان الله اللي بتوضحه الايكويشن. هيدينا ايه؟ طب تعالى نشوف كام مول من ال NH3. خلينا نشوف، تعالى نشوف. يبقى العلاقة هتبقى ما بين النيتروجين وال NH3 صح كده، او الهيدروجين وال NH3. اي حاجة من الاتنين خلي بالك هتنفع. لو انا استخدمت ال H2 ما انا كده كده معايا الايه المعلومة بتاعتها، المول بتاعتها عدد المول، ولو استخدمت ال N2 معايا برضو عدد المول. خلاص واحنا اتفقنا ان العلاقة بين حاجتين بس ما ينفعش 3، فهنختار واحد من الاتنين. اختاروا اللي يعجبكم. تعالوا نختار ال N2 مثلا. تمام، ال N2 ماشي، يبقى ال 1 مول من ال N2 بيديني 2 مول من ال NH3 صح كده. يبقى دي كده العلاقة اللي بين اتنين بس. في مشكلة لحد هنا؟ مفيش مشكلة. طيب يبقى تاني خطوة هنحدد الجزئين. حدد الجزئين يا معلم. ال N2 معايا ايه؟ معايا ايه عنها؟ المول. يبقى هنا number of mole over ايه؟ over ال N multiply 1 طبعا. تمام، بتساوي هنا معايا ايه عنها او عايز ايه عنها؟ عايز ايه؟ amount. طب الاماونت دي ممكن تبقى ايه؟ ما هو كده كده اصلا مديني في الاختيارات كذا حاجه، فاحنا الاول هنعملها الماس ونشوف هي قد ايه ماس. لو لقيناها في الاختيارات يبقى هي صح. هو عايز الاكسبت، انا اسف، يبقى عايز الاكسبت، يبقى احنا للاسف هنروح نجرب الماس والنمبر اوف بارتكلز ماشي، وهنشوف انهي اللي هيطلع غلط، والمول برضو ماشي. يبقى الاول تعال نستخدم الماس. يبقى ماس على مولر ماس. نحسب المولر ماس بسرعه. يطلع كام؟ ال N ب 14 بلس 3 لسه قايلين 17 ماشي، 17 وال N هنا ب 1 اهي 1 ماشي. والنمبر اوف مول بتاعي بتاع ال N2 انا عارفه، هو قايل لي 1 مول. يبقى كده الماس بتاعي بكام؟ 1 multiply 17 على 17 يبقى equal 17 جرام. الماس ده equal 17 جرام. حلو قوي الكلام ده. يبقى كده دي صح، دي معلومة صح، يعني تشويس دي كده معلومة صح بس إجابة غلط، لأن هو عايز الإجابة الإيه؟ الغلط أو المعلومة الغلط. تمام.
طيب تعالى نشوف المول. طب هو انا كده ممكن اكمل يا مستر؟ يعني انا ممكن اكمل حل على كده، ولا في حتة ذكاء كده ممكن استنتج الاجابة منها؟ في حتة ذكاء طبعا، في يعني شخص يبقى لعيب اللي ياخد باله منها. خلاص. والله الحمد لله هي جت بالحظ ان احنا بدأنا بالماس وحسبنا الماس الاول، لقينا الماس بيساوي 17، ولقينا تشويس تاني مديني الماس ب 34، واحنا قلنا ان خلاص الماس ب 17 فاكيد مش ب 34، فاكيد هي دي الاجابة الغلط، اكيد هي دي الاجابة الغلط. تمام، يبقى الاجابة بتاعتي هتبقى تشويس بي. خلاص. نحب نكمل؟ تحبوا تكملوا نتأكد؟ تعالوا نروح نتأكد. هنروح نحسب المول. ماشي، تعالوا نروح نحسب المول. نفس الكلام، نمبر اوف مول، انا عارف العلاقة بيه. تيجوا بقى نحسب دي بالاتش. تعالوا نحسبها بالاتش عشان اكد لكم بس ان سواء استخدمت الان او الاتش مش هتفرق في اي حاجة. تمام. طيب تعالوا نروح نحسبها ونشوف. ماشي زي الفل. نمبر اوف مول على الان، ليه يا صاحبي كده يا صاحبي؟ الان ملتبلاي 1 equal number of mole برضو، بس خلي بالك بقى number of mole مين؟ number of mole ال NH3 على N multiply 1. طب ما احنا عارفين ان ال 3H2 اهو، ال 3H2 العلاقة بتاعتي بيطلعوا 2 NH3 صح كده؟ 3H2 بيطلعوا 2 NH3. ماشي، يبقى 3 مول عندي كده. 3 مول هو اصلا قايل لي في الايكويشن في فوق، يعني فوق في السؤال من فوق ان عدد المول بتاع ال H 3. طب وال N بكام؟ ب 3 برضو. خلاص، ف 3 over 3 ب 1، فهي ال N. عرفتوا ليه سواء استخدمت ال N2 او ال H2 مش هتفرق في اي حاجة؟ طيب النمبر اوف مول هنا، نمبر اوف مول ده اللي انا عايزه. ال N هنا بكام؟ ب 2. حلو قوي. يبقى 2 multiply 3، 2 multiply 1، انا اسف، 2 multiply 3 over 3 يعني، اللي هي هتدينا في الاخر 2. يعني ده كده معلومة صحيحة. حلو قوي. نحسب اخر حاجة عدد الموليكيول. ماشي، هشوفوا بقى عايزين تكملوها بالان ولا بالاتش. احنا خلاص اتأكدنا ان هي نكملها بالاتش برضو. الموليكيول النمبر اوف مول بتاعنا ثابت اللي هو 3 مول over 3 multiply 1 اللي هو الان الان بتاعتي ب 3. ماشي، يساوي number of particles على افوجادرو 6.02 multiply 10 power 23 multiply n. ال n هنا بكام؟ ال n هنا اهي ب 2 صح؟ NH3 ب 2، يبقى هنشطب ال n دي ونعوض عنها ب 2. تمام. يلا بسرعة سريعا سريعا سريعا. 2 multiply NH3 قصدي 2 multiply افوجادرو 6.02 multiply 10 power 23 هيدينا نفس الرقم ده. هو اصلا كاتبها لي 2 multiply 6.02 multiply 10 power 23، فهو ده فعلا الشويس، المعلومة الصح يعني، دي المعلومة الصح برضو. خلاص، بما انها معلومة صح يبقى مش هي دي الاجابة. انا كده كده خلي بالك، انا كده كده حليت السؤال اصلا من دقيقتين فاتوا لما طلعت الماس ب 17 ولقيت ماس تاني ب 34. خلاص. طيب بس نخش على السؤال اللي بعده. طولنا قوي في السؤال ده مع انه سؤال سهل. طيب سؤال 18 بيقول لي 4 جرام اوف صوديوم هيدروكسيد كونتين ايه؟ حلو السؤال ده برضو زي السؤال اللي فوق خلي بالك. ماشي، بس السؤال ده احنا ممكن نستبعد حاجات كده باللوجيك. يا مستر هو بيقول لي 4 جرام ماشي من الصوديوم هيدروكسيد اللي هو ال NeOH كونتين ايه؟ هو احنا لو حسبنا المولر ماس بتاع ال NeOH ده يبقى كام؟ 23 بلس 16 صح كده؟ يبقى 23 بلس 16
بلس 1 يدينا 40 جرام بير مول. معناه ايه ده؟ معناه ايه؟ بالراحه كده، ان ال1 مول، ال1 مول من ال NaOH، ال1 مول خلاص اوف NaOH جواه 40 جرام، او الماس بتاعه 40 جرام. تمام. بص بقى على الاختيارات، هتلاقي بيقول لك ان ال4 جرام ده كونتين 4 مول. يا راجل يا راجل حرام عليك، ده احنا قلنا ان ال1 مول كونتين 40 جرام. خلاص، فاكيد طبعا التشويس سي ده استبعده. طب تعالى نكمل نشوف. بيقول لي كونتين 4 جرام اوف صوديوم اوف ان ايه. 4 جرام اوف ان ايه ازاي اصلا؟ اذا كان السامبل كلها على بعض اللي هي ال NaOH على بعض ب 4 جرام، فازاي كونتين 4 جرام اوف ان ايه؟ يلا مع السلامة. خلاص. طيب اللي بعده تعال نشوف. بيقول لي contain 6.02 multiply 10 باور 22 ion of Na. Na ده مش عدد افوجادرو، خلي بالك هو خدعك، ده حاطط باور 22 مش 23. ماشي. طيب بالراحة هنا عشان نشوف احنا صح ولا غلط، او نشوف انهي الاجابة الصح. دلوقتي ال1 مول من الشيء بيحتوي على ايه؟ عدد افوجادرو من الشيء. يعني ايه يا مستر؟ يعني دلوقتي ال NaOH دي جواها Na صح كده؟ استنى، جواها Na 1. لو انا قلت ان انا بتكلم على 1 مول، خلاص انا بتكلم على 1 مول اللي هي ال 40 جرام بير مول. تمام. يبقى جواها 1 مول، 1 مول اوف Na، وجواها 1 مول اوف O، وجواها 1 مول اوف H. طب ما احنا عارفين ان ال1 مول equivalent لعدد افوجادرو صح؟ يبقى كده ال1 مول جواها ايه؟ 6.02 multiply 10 باور 23 من ايه؟ من ال Na. نفس الكلام جواها ايه؟ 6.02 multiply 10 باور 23 نفس الكلام لل H. خلاص. حلو قوي. هو بقى هنا بيقول لك 4 جرام، فاكيد مش جواها عدد افوجادرو من الاتش صح كده؟ يبقى انا برضو استبعدت بالذكاء التشويس ايه، والاجابه بتاعتي هتبقى تشويس دي. تمام. طيب في حد ما فهمش الطريقه اللي انا حليت بيها؟ انا حليت بطريقه الاستبعاد، شغلت مخي. طب يا مستر انا مش ما عرفتش اشغل مخي، انا اسف. ولا انا حابب ان انا اروح اجرب اختيار ونشوف هنحلها ازاي زي السؤال اللي فاتت، ونشوف انهي اللي هتطلع غلط. تمام، او انهي اللي هتطلع صح هنا بقى. ماشي. طيب تعالى يا سيدي نجرب ونمشي زي ما انت عايز. هو مديني الماس، الجيفن بتاعي الماس. خلاص. يبقى هروح ايه؟ هم. العلاقه كده، هنا هو مديني معلومه عن حاجه معينه الاتش، يبقى امسك التشويس ايه. هو لو انا هتكلم على تشويس ايه يعني مديني معلومه عن الاتش. تمام. ومديني معلومه عن الصوديوم هيدروكسيد، فمعلومه عن حاجتين مختلفين. تمام. يبقى ده اندايركت. طيب هي ال NaOH جواها كام اتش؟ جواها 1 اتش. تمام. طيب يا مستر انا معايا الماس بتاع ال NaOH اللي هو 4 جرام، ولسه جايب المولر ماس بتاعها اللي هو 40 جرام. هضربه في ان اللي هو ب1 ملهوش لازمه صح. الاتش بقى يا مستر نمبر اوف بارتكلز هنا بتعامل بيها. طيب يبقى هنا افوجادرو 6.02 multiply 10 باور 23. تمام قوي. حلو. يبقى انا كده عايز النمبر اوف بارتكلز. خلي بالك في مالتيبلاي ان تحت، بس ال n برضو عندي ب1 اهي. تمام. يبقى كده ال n ب1 هنا خلاص. ماشي. يبقى كده عشان احسب النمبر اوف بارتكلز او عدد ال H اتومز، ماشي، يبقى 6.02 multiply 10 باور 23 باي 4 over 40 هيدينا 6.02 باي 10 باور 22 ايونز. يعني كده كده دي غلط، انا اتأكدت كده ان دي غلط. خلي بالك بقى من اللوجيك اللي احنا جبناه فوق اللي هو ده، اللي احنا قلنا 1 مول من كل حاجة في دول بيساوي افوجادرو. خلاص نقدر نستنتج ان ايه، انا لو حسبت دي برضو للان ايه، ما هي 1 ان ايه جوه الان يو اتش صح، فتدينا فعلا نفس الرقم اللي احنا لسه مطلعينه اللي هو 6.02 multiply 10 باور 22 ايون من الان ايه.
خلاص. فدي كده الإجابة بتاعتي. طيب هنروح برضو هنعمل نفس الخطوات بقى في الجرام في الماس، ونعمل نفس الخطوات في تشويس سي. تمام. هنلاقي برضو ايه ان هي مش نافعة. انا كده قلتها لك باللوجيك، بالاستبعاد، بالطريقة السهلة جدا، وقلتها لك بالطريقة التانية اللي هو يا مستر انا مش عايز اشغل دماغي وعايز امشي زي ما احنا مسستمين دماغنا، وهنحل بالقانون او بالايه بالطريقة بتاعتنا. تمام. طيب السؤال اللي بعد كده يبقى الإجابة بتاعتي هنا إيه؟ تشويس دي. خلاص وفهمنا ليه. لو مش واضحة يعني حاول تعيد الفيديو أو قولي في الكومنتات مش واضحة يا مستر في سؤال كذا، إن شاء الله هحاول أوضح لك أكتر، بس إن شاء الله واضحة يعني. السؤال اللي بعد كده question 19 بيقول لي 1 mole of hydrogen gas at STB contain each of the following. خلي بالك at STB يعني أنا هستخدم 22.4 لتر. ماشي. حلو. تعالى بقى نشوف ايه بيقول لي كونتين ايه. طب هو الهيدروجين جاز H2 صح كده؟ H2 تمام، عبارة عن H2، وهو بيقول لي 1 مول يعني 1 H2، يبقى ال 1 مول من اي حاجة كونتين ايه؟ عدد افوجادرو صح كده؟ يبقى صح دي تشويس ايه معلومة صح فاجابة غلط. هو بيقول لي اكسبت، خلي بالك من حتة اكسبت دي. ماشي تمام، يبقى دي معلومة غلط اهو، معلومة غلط. خلاص. طيب تشويس بي بيقول لي 2 جرام اوف H2، 2 جرام اوف H2. تعال نجربها كده. احنا قلنا ان ال 1 مول من الحاجة equivalent المولر ماس. طب المولر ماس بتاع ال H2 بكام؟ 1 باي 2 اللي هو ب 2، يبقى دي معلومة صح فإجابة غلط. طيب تشويس سي بيقول لي ان هو contain 12.04 باي 10 باور 23 اوف H اتوم. خلي بالك بقى H اتوم مش H2، في فرق جامد جدا. دي كده موليكول، دي كده اتوم. طيب تعال نجرب ونشوف المعلومة دي صح ولا غلط. بس خلي بالك السؤال ده برضو يتحل بنفس الطريقة اللي احنا كنا بنستبعد بيها في سؤال 17، او مش فاكر كان سؤال رقم كام، متهيألي 17. تمام. هو انا حسبت المولر ماس بتاع ال1 مول من ال H2 اداني 2 جرام، يبقى بالتالي مش 1 جرام صح. يبقى دي كده الاكسبت بتاعي، دي كده الاجابة بتاعتي. بس برضو هنتأكد من التشويس سي ده. خلاص نتأكد من التشويس سي. تعال نحسبها. ال H اتوم يبقى ال H2 جواها 2H اتوم. خلاص. مديني ايه عنها؟ 1 مول، يبقى 1 مول اوفر 1 بتساوي ملتبلاي ان اللي هي ب1 يعني. خلاص بتساوي number of particles على افوجادرو 6.02 multiply 10 باور 23 multiply n ال n هنا ب2 اهي. خلاص يبقى 2، واحسب يا باشا نشوف هيدينا كام. 6.02 multiply 10 باور 23 multiply 2. فعلا يا مستر ده اداني نفس الرقم اللي هو مديهولي ده. هتلاقيه على الكالكوليتر ممكن تطلع لك 1.204 باي 10 باور 24، هي 12.02 باي 10 باور 23. خلاص. فدي كده معلومة صح وإجابة غلط، عشان هو عايز الاكسبت، وده الاكسبت بتاعي يا معلم. اوكي نخش على السؤال اللي بعده 20. هانت اهي، هانت. احنا طولنا قوي، انا بعتذر يعني عن الاطاله دي، بس احنا للاسف جزء الشرح اللي في الاول بس هو اللي مد الفيديو قوي كده يعني، او طول الفيديو قوي كده. بيقول لي a sample of oxygen gas its mass is 32 gram contains نقط. sample of oxygen gas الماس بتاعها 32. خلاص بقى الاسئله دي سهله قوي وعبيطه يعني، وكل حاجه احنا بنروح يعني نستبعد يعني نروح نجرب كل اختيار. ماشي تمام. تعال نروح نشوف ال 32 جرام دول عبارة عن ايه. بيقول لي ان هما 6.02 multiply 10 باور 23 of oxygen atom. oxygen atom دي يعني O. خلاص عشان تبقى عارف الفرق ما بين الاكسجين موليكيول، هتلاقي في الشويس اللي بعدها بيقول لك اكسجين موليكيول يبقى O2. تمام. طيب تعال نجرب ونشوف ال 32 جرام جواهم كام اكسجين اتوم. 32 اوفر المولار ماس، المولار ماس بتاع الاكسجين ب 16.
ماشي. بس الاول احنا عملنا حاجة غلط جدا تخلينا نتلخبط. ايه هي يا مستر؟ مستر احنا المفروض نحدد الايه العلاقة. يبقى انا عندي الO2 جاز جواها 2O اتوم، تمام كده، 2O اتوم. ماشي. طيب الماس 32 اوفر اوفر كام؟ المولر ماس ملتبلاي ان. المولر ماس بتاع الO2 ب 32 برضه، سبحان الله، 16 ملتبلاي 2 ب 32، تمام. والN هنا ب 1 يبقى ملتبلاي 1. ماشي، بيساوي الناحية التانية. عايزين نعرف النمبر اوف بارتكلز اوفر افوجادرو 6.2 to 19 باور 23، تمام، ملتبلاي ان. الN هنا بكام يا مستر؟ ب2، تمام. يلا يا باشا احسب بسرعة. 32 over 32 ب 1، تمام. يبقى الانسر number of particles اللي هو هيدينا 6.02 multiply 10 باور 23 multiply 2، تمام. فللأسف مطلعش أول تشويس ده صح، خلاص. طيب تعال نشوف الموليكيول بقى، عدد الموليكيول. الموليكيول سهل بقى، خلاص. احنا خلي بالك الموليكيول ممكن نحسبه عن طريق الايه. تعال نمسح الكلام اللي فوق ده بس عشان ما نعملش زحمة. ماشي، نحسب الموليكيول بسرعة. الO2 دي دايركت بقى يا معلم. هو مدينا ايه؟ الماس 32 جرام اوفر 32 اللي هو المولر ماس برضو، اللي هو يعني كده ب1 هيساوي ايه؟ افوجادرو 6.02 multiply 10 باور 23. يبقى عشان تساوي 1 يبقى دي برضو لازم تساوي افوجادرو، خلاص. فهي كده المفروض تساوي افوجادرو، وده مش افوجادرو، ده افوجادرو في 2 الرقم ده، يبقى برضو دي غلط. يبقى كده تشويس A تشويس B مستبعدين. طيب the same number of oxygen atom found in 18 gram of water. ايه ده؟ number of oxygen atom found in 18 gram of water. تعال نشوف الموضوع ده. ده احنا كده هنروح يا مستر نحسب عدد الاكسجين اتوم في الوتر، ده بيسوحني. ماشي يا عم، ماشي. ال H2O جواها 1O، واحنا معانا 18 جرام دي، خلي بالك اللي هي ال1 مول، ها، المولر ماس بتاع الووتر. يعني ده كأنه بيقول لك ايه بطريقة غير مباشرة ان هو 1 مول اوف ووتر، تمام. بس احنا هنشتغل عادي جدا. حددنا جزء الماس اللي هو ب 18 اوفر المولر ماس ملتبلاي ال n بيساوي النمبر اوف بارتكلز اوفر افوجادرو 6.02 ملتبلاي 10 باور 23 باي n. اصحى معايا يا معلم، اوعى تنام. طيب تعالى اسف، نشوف الموضوع ده. ال n هنا بكام؟ ب1. احسب يا معلم 6.02 6.02 multiply 10 باور 23 multiply 18 اوفر ايه بقى؟ ها، اوفر المولر ماس. خلي بالك ال n هنا برضو ب1، ماشي، والمولر ماس هنا بقى ب 18 برضو. المولر ماس بتاع الوتر ب 18، دي المفروض حاجة بقى نكون حافظينها، خلي بالك. تمام، تمام، ماشي. هو يعني النور قطع، فانا بحاول ايه احل في الضلمه والله، عشان ما اقطعش الفيديو واخلص لكم الليسون اسرع وقت. طيب كده هيساوي افوجادرو اللي هو ايه 6.02 multiply 10 باور 23 برضو، اصلا من غير ما نحسب. طيب الواحد فصل خلاص من كتر ما هو ماشي. يبقى ده كده ايه المفروض يكون بيساوي عدد افوجادرو، واحنا اصلا حسبناها فوق، طلعت بتساوي ايه يا مستر؟ ها، افوجادرو في 2، صح؟ صح. يبقى هي مش سيم نمبر اوف افوجادرو، لانه هو خلي بالك بيتكلم على الاكسجين اتوم، مش بيتكلم على الايه الاكسجين موليكيول. هو هنا بيتكلم على الاو مش الاو 2. طيب بيقول لي بقى هنا the same number of oxygen atom of oxygen atom found in 36 جرام of water. لو حسبتوها هتلاقيها صح فعلا.
تمام. لان هنا خلي بالك هي 2 مول مش 1 مول، ف 2 مول هتلاقيها اديتك فعلا الايه العدد اللي احنا لسه جايبينه فوق. ماشي، اللي هو 1.24 multiply 10 باور 24. خلاص طيب.